الرحيم ارزقنا في قضاء بذكر واحمني بحماك يا أرحم الراحم ارزقنا في قضاء وحبب لي محبة لقاء يا أرحم الراحم ارزقنا في استغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحم ارزقنا في قضاء واستقني وثبتني ثبات أولياء يا أرحم الراحم ارزقنا في الحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحم ارزقنا في صلاة قضاء ربي وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحم ارزقنا في قضاء بالمصطفى المحمود ختم بيا يا أرحم الراحم ارزقنا في على قضاء الحياة الذي يحيا به من حياة يا أرحم الراحم ارزقنا في قضاء والصبر والحكمة بحسب الصفياء يا أرحم الراحم ارزقنا في قضاء يا من الخائف نجنا مما نخاف يا من خايف نجنا يا مما ولي نخاف الصالحين كن موالينا وكان يا من خايف نجنا مما يا جالس نخاف الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من خايف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر وعاف يا من خايف نجنا مما نسألك يا معين نخاف شفاء أحسن شفاء يا من خايف نجنا هب مما لنا فتحا نخاف مبين جاء بالنصر مواب يا من خايف نجنا مما وفي شر نخاف المؤذين كفهم عنا كفا يا من خايف نجنا مما والعتاة نخاف الظالمين حتهم حتى التلا يا من خايف نجنا مما شر نخاف مبين منهم فيهم مضاف يا من خايف نجنا مما وسيل نخاف مدبر ذهبوا بالانصراف يا من خايف نجنا مما نخاف هالك في شفاجر في الهيا يا من خايف نجنا مما والطغاة نخاف الباقي نكفيهم يا خيرك يا من خايف نجنا مما نسخن الله نخاف المعين وهو لا خلاف يا من خايف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من خايف نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه الانعطاف يا من خايف نجنا مما كفونا الاسم نخاف الحسين من سواه ما نخاف يا من خايف نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من خايف نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب العفاف يا من خايف نجنا مما نخاف للمسلمين المساكين الدعاء يا من خايف نجنا مما الله نخاف المتين بهم أرحم وراء يا من خايف نجنا مما يا نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب علينا سامحنا بما جنينا يا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب علينا اغفر لنا ولوالدينا تب مغفرة والجمال دنيا وآخرة الله بتوبة مغفرة والجمال دنيا الله وآخرة بتوبة قبل إنسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء الله بتوبة قبل عيسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفاء رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا رب ويرحم سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران خذ لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بعظيم الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجا من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي ابن الغفران مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي بني عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا با سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكام والولي بن بصام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله مهل العالم تربى بشار يا إله والفقيه العالم المشهر يا إله والعلوي العالم الأبرار يا إله من العالم بهم حالي يا زاد إله بأهل العالم عينات يا اليوم إله ما العالم كما هم في يا الغار إله وإن العالم بدأ مني يا لهم إله يطلب العالم للغفران يا إله بالحسن العالم بن يا صالح إله بحر العالم نور طافي يا إله لا تكن العالم لي فاضي يا إله يا العالم صمد يا منان إله مثل العالم شيخ المشهد يا إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله وأبي العالم ثم الجد يا إله للمعالي العالم لهم يا شان إله خذ لنا العالم بالمطلوب يا إله والفرج العالم مثل يا أيوب إله وبفرح العالم يعقوب يا إله حين العالم زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم إله واعف العالم عما يا تعلم إله فإن العالم جودك يا دعم إله إنس العالم خلقك والجان يا إله ودروس العالم القرآن يا إله واجتماع يا الإخوان إله العالم بدعاء يا الرحمن إله سرهم والإعلان يا إله والحبيب المحضار يا إله قائما بالأسحار يا إله قائلا يا غفار إله جد لنا يا بالغفران إله استجب لي واسمع يا إله ولنا العالم الكل أجمع يا إله ولمن العالم لك يضرع يا إله طالبا العالم للإحسان يا إله وصلاة العالم تترى يا إله لمن خص العالم بالإسراء يا إله وذويه ترى يا إله في العالم جميع الأزمان يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مات يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا واسع كنا الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا مجد كنا الخلق ترى ومسع الكل برا أسألك كسبا سترى على القبائح والأخطاء يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا سر قلبي حسبي اتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي كنا عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا ربي إني أسألك العفو عني ولم يكب فيك ظني يا ملك الملك يا يا واد علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو إليك كنا وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يد ميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأزوها أفر واشغال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نفس القوية عن السبيل السوية الحط روج علي وقصدها الجاه والماء يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا
واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله. ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله. وشاني مع عذابك لا إله إلا الله. ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله. وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله. وقد أتاك بعذري لا إله إلا الله. وبانكسار وفكري لا إله إلا وزن الله. بيسرك عسري لا إله إلا بمخض الله. جودك لا والإفضال إله إلا ومن الله. عليه بتوبة لا إله إلا يصل الله. من كل حوبة لا إله إلا وعصمه الله. من شر أوبة لا إله من إلا كل الله. من هو قد لا حال إله إلا وأنت الله. مولى الموالي لا إله إلا المنفرد الله. بالكمال لا إله إلا الله. وبالعلا والتعالي لا إله إلا علم الله. تنظر لا بالأمثال إله إلا جود الله. وفضل وبرك لا إله إلا الله. جواب الشوق قهرك لا إله إلا الله. تخشى وذكر وشكرك لا إله إلا الله. لازم وحمد لا والإجلال إله إلا الله. يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله. ولكني كل خيري لا إله إلا الله. واجعل جنانك مصيري لا إله إلا واختم الله. بالإيمان لا الأجال إله إلا وصل الله. في كل حالة لا إله إلا على الله. مزيل الضلالة لا إله إلا الله. وكلم منه الغزالة لا إله إلا الله. محمد الهدي لا الدال إله إلا الله. والحمد لله لا شكرا إله إلا على الله. نعمه لا تترى إله إلا الله. أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله. وبالغدايا لا والأصال إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا المسلمين يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ليس نرجو المسلمين سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين على العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ربنا على يا المسلمين أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وتزيل المسلمين العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجميع المسلمين الجدود وليقيم الهدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل الهرم المسلمين يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج علينا غيث المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الشاكرين المسلمين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي دقل المسلمين هناك من فيل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بأسان المسلمين ختام ددنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على والصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضر حسلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب الله وشيخ النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب نهدي بحمد الله الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله وشيخ النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بفضله الله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله وشيخ النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب وبعد جاء الله النظر من الشرف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بالطالب الله المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بدت القدوة الله سدت الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب مثل الإمام الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يا ضيل خلق وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب أبو بكر الله بن سالم وحذفا للظالم الفاجر الغاشم يهليك بأمر وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب وينجي الله الغارق إن كان به واثق يلحق بالسابق هذا بفضل وشيخ النظر الله سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب لما الله قرأه العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله وشيخ النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب والعبد ذا الله الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله وشيخ النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب الله سابحك القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه وشيخ الله النظر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد وشيخ الله النظر سلنا نظر
بجاه الله يا محمد سادتي رب الله غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله الله شيخ الأضرع الله سلنا نضرى بجاه الله قوموا محمد معي رب قوما وقت الله الذي رمى كله مدى نومه يجي بعون الشيخ الأضرع الله سلنا نضرى بجاه الله محمد رب كفى كفى الله ما بدو الأصواب في الحل يا أحبابي فإنكم شيخ بالله الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب كونوا لنا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره شوه شيء شيخ لله الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب هيا بكم الله هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر شيخ الأضرع الله سلنا نضرى بجاه الله محمد رب يدعو الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله شيخ الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب والمصطفى الله الظاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله الشيخ الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب حسبي من حسبي الله وصفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله الشيخ الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب وصل وسلم دوب الله على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الشيخ الله الأضرع سلنا نضرى بجاه الله محمد رب الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة العقول السليمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة معزمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة خير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن آت الخاتمة عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أو نسب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إذا مت أتوك وغسلك وكفنوا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن وشيعك الخاتمة وألحدك وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا معين إذا رشح عدم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ما هي للمقر إنما هي يا للممر الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وأعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا رب الخاتمة ما معنى أمل وكسبنا كل الزلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة فيك أمل تحيي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاي والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاي والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاي والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاي والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجات في الجنة ويحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ويدخلنا في شفاعاتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خليق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي أم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وساداتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل وشيخ عبد الرحمن السقاه وأولاده الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر المهدر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي الدروس وأولاد أبي بكر الدين وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شابل سنة شد الإمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشمال وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه هكيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله باروس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن سنة الحبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام وحد الأحقاب الحبيب عمر بن سقف بن محمد الصوفي السقا وسيدنا أحمد بن محمد المهدر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدروس والحبيب أحمد بن إدروس الإدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الدنيا المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب علوي بن السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامد تنقل الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي قويتان الحبيب علي بن حسين العطاس بنغر الحبيب محمد بن حسين الإدريس الحبيب محمد بن إدريس الحبشي الحبيب إدريس بن سالم الجفري الحبيب محمد والحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي ملان الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب الحبيب محمد مشهور بن ظاهر الحداد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاب الحبيب شيخ بن إدريس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاب الحبيب حسن بهارون الحبيب سالم بن أحمد بن جندان وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علوي بن عباس المالكي ثم خصوصا إلى روح الجد به مهاجر به علي رستم به عبد الله به مزينة كي حمد وشيري كي خالد كي مشهود بن مسكوفة مسوبالي ثم خصوصا إلى روح كي نور سالك كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر باسوروان ثم خصوصا إلى روح كي نواوي بن نور حسن سدوغري كي حسني سدوغري كي خالد سدوغري كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميع مشايخ سدوغري ثم خصوصا إلى روح كي نور سالم بروغاتون كي هاشم رافعي كي جاسم بن نور سالم بروغاتون وجميع مشايخ بروغاتون ثم خصوصا إلى روح كي محمد علي مرتضى كي محمد سبادر وجميع المشايخ بسوء ثم خصوصا إلى روحه كي طيب بن قدي كي سالم بن طيب كي محمد غوث الله بن طيب بن سالم وجميع المشايخ بندونgan ثم خصوصا إلى روحه كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي منير علي كي إماد كي بدر العمر وأصولهم وفروعهم ثم خصوصا إلى روحه وجميع ساداتنا علي بعلوي وشيخ سعد العمودي وشيخ سلمين فاضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدهد وشيخ عبد الله بن أحمد بسودان وماشي الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة.
الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يسل الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويطرح فيها الخير والبركة ويجل بها ويسل سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبل منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ومنه قوله أيضا ما العلم إلا معرفته والعمل به وتعليمه لمن تأهل وإلا كان متلاعبا بالدين والدين أعمال واتصاف فيطالب نفسه بالعمل ومن لا ينصح ما نصحه الناس خصوصا في هذا الزمان لو رأوك تسيء الصلاة وعرفوا أنك لا تقبل لا ما كلمك واحد. وقال رضي الله عنه في تائيته شعرا عجبت لمن يوصي سواه وإنه لجدر منه باتباع الوصية يقول بلا فعل ويعلم عاملا على ضد علم يا لها من خسارة علوم كأمثال البحار تلاطمت وأعماله في جنبها مثل قطرة. قال سيدنا الحبيب أحمد بن زين الهبشي ونفعنا الله به وبعلم في الدارين ينبغي أن تجعل العلم حجة لك وهذه فائدته وسره ومقصوده وكل من رأيته يطلب ما كان له ويغيب عما كان عليه فاعلم أن العلم حجة عليه. انتهى. فائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عامل منهم بعشر ما أمر به نجا فقد حكم صلى الله عليه وسلم بالنجاة لمن عامل بالعشر وهي بشارة عظيمة. لكن كما قال بعض العارفين لمن سلم من الكفور والشرك إلى آخر الزمان. وقل من يسلم من ذلك في زماننا هذا من كثرة التباس الحق بالباطل على غير أهل التوفيق والعناية. فقد وجد في هذا الزمان من يعتقد الطاعة معصية والمعصية طاعة من العلماء فضلا عن الأعوام إلا من عصمه الله. ولهذا ورد إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Akhir pembahasan tentang ilmu. Akhir tentang pembahasan ilmu yang tidak diamalkan. Wal'iyadzubillah. Baik. Al-ilmu dalilul fi'li. Ilmu adalah bukti daripada ilmu adalah al-fi'lu. Mengamalkan daripada ilmu merupakan dalil atau bukti atas adanya ilmu. Tanpa amal berarti tidak ada ilmu. Fa in lam yakun fi'lun fa huwa khasaratun 'ala at-talib wal matlub. Fa in lam yakun fi'lun, apabila ilmu tadi itu tidak kita amalkan, maka celakalah, kerugian bagi orang yang mencari dan bagi apa yang dicari. Wa qala radhiyallahu anhu al-ilmu 'alaik hatta ta'mala bih wa idza 'amilta bihi fahuwa lak. Ilmu akan membahayakan kepadamu sehingga kamu mengamalkan ilmu. Fa idza 'amilta bihi fahuwa lak.
apabila kita mengamalkan ilmu, maka ilmu adalah yang bermanfaat. Jadi manfaat ilmu tergantung dari amal perbuatan. Wa minhu qauluhu aidan mal ilmu illa ma'rifatuh wal amalu bih wa ta'limuh liman ta'ahal. Tidaklah ilmu kecuali ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bih, dan ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang kita amalkan. Adapun ilmu yang tidak kita amalkan berarti bukan ilmu bagi kita. Wa ta'limuhu, tidak hanya cukup ilmu tadi itu mengenalkan kepada Allah, ilmu tidak hanya cukup diamalkan kita sendiri, yaitu wa ta'limuhu liman ta'ahal, mengajarkan ilmu kepada orang yang ahli, yang berhak untuk menerima ilmu. Melain orang saya tak ngerti, maenga orang saya lupa, dan lain sebagainya. Mereka adalah buah daripada ilmu. Wa illa kana mutala'iban biddin, ilmu kala mentak nambahin kenal dekat Gusti Allah, yakni ma'rifat ke Gusti Allah, amal kemudian tak ya malaki, terus tak ya jaraki. Kocakna apa? Fa huwa mutala'iban biddin, berarti orang tersebut adalah orang yang bermain-main dengan agama. Kenapa? Karena agama ad-din wa a'malun wa iqtisafun. Karena agama bukan hanya sekedar kita mengaku mempunyai agama, tetapi agama itu isinya mencakup amal dan sifat-sifat yang baik, mengajarkan kepada orang dan mengamalkan ilmu. Ini adalah agama. Fayutalibu nafsahu bil amal, maka dia menuntut dirinya untuk mengamalkan apa yang ia ajarkan. Dia tidak menuntut kepada orang lain untuk mengamalkan ilmunya, tapi fayutalibu nafsahu, yang dituntut adalah dirinya sendiri agar supaya bisa mengamalkan ilmunya. Taib. Faman la yunsahu ma nasahahu nas, khususan fi hadzal zaman, law ra'auka tusi'u salata wa arafu annaka la taqbal ma kallamaka wahid. Kalau seandainya kita bernasihat kepada manusia, kemudian manusia mengetahui tusi'u as-salata wa arafu annaka la taqbal, manusia yang menerima nasihatmu, dia mengetahui kamu tidak baik di dalam salatnya. Wa arafu annaka la taqbal, dan manusia mengetahui kamu tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tak jadi orang yang mukbil, iqbal, maka wahid, maka niscaya tidak satupun manusia akan berbicara dengan kita. Karena Allah sinutupin kekurangan korban jenengan. Taib. Al-Habib Abdullah Haddad fi ta'iyatihi, dalam huruf tak beliau Al-Haddad nikah banyak beda ain, kocak syarhul ainiyah, beda ta'itiyah, ta'at apa? Ta'itiyatihi, dalam karangan syair beliau beda si ainiyah, beda si ta'itiyah, ta'atiyah. Ajibtu liman yusi siwahu wa innahu la ajdaru minhu bittiba'il wasiyati. Aku heran kepada orang yang berwasiat kepada selainnya, wa innahu la ajdaru minhu bittiba'il wasiyati, sesungguhnya dia adalah orang yang paling pantas untuk menerima wasiat. Nasihat ka orang tapi aben tibi padahal saya pantas nasihate. Orang soro salat berjamaah tapi aben tibi tak berjamaah. Orang soro loman tapi aben tibi medit. Orang soro napa ngelakonin sunnah tapi aben meninggalkan sunnah. Yaqulu bila fi'lin wa ya'lamu 'amilan ala diddi ilmi ya laha min khasarati. Dia berkata tetapi tidak dia mengucapkan, dia banyak berbicara tapi tidak ada pengamalan. Taib. Bahkan sebaliknya, wa ya'lamu 'amilan 'ala diddi ilmi ya laha min khasarati. Bahkan sebaliknya, orang suruh ke barat aban ke timur, suruh ke laut aban ke dajah. Ulumun ka amsalil bihari talatamat. Dia mempunyai ilmu laksana bihar, lautan yang tak bertepian, yang ombak yang sangat besar. Saking diribenyan ilmu nah, wa amaluhu fi jambi mithlu qatrati, tapi sayang seribu sayang amalnya hanya setetes daripada lautan. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika mari terangaki saben, innakum fi zamanin law taraka minkum usyra ma umira bih halak. Kalian para sahabat
hidup di satu masa yang mana jika di antara kalian meninggalkan 10% daripada apa yang aku perintahkan, halak, maka engkau akan hancur, engkau akan binasa, engkau akan musnah. Thumma ya'ti zamanun, kemudian akan datang satu zaman, apa kata Nabi? Man 'amila minhum bi'ushri ma umira bihi naja. Akan datang satu zaman setelah kalian, barang siapa yang mengerjakan hanya 10% dari apa yang aku perintah kepada mereka, naja, dipastikan mereka akan selamat. Anapa? Zaman sahabat nikah meninggalkan 10% ini kayak kocak zalim punan. Meninggalkan 10% ini kayak kocak rugi besar. Kocak tak norot ke perintah Gusti Kanjeng Nabi, saking duri hebatnya, saking duri persisnya para sahabat oleh nanente ngamalaki sunnah ben perintah Gusti Kanjeng. Kemudian datang satu zaman, ki zaman makin nih kan, law amila minkum usyra ma umira bihi naja, hanya mengerjakan 10%. Kenapa? Saking banyak kezaliman, saking banyak napa perkara-perkara kemaksiatan semarajalela, ben saking sekunin dukungan untuk mengerjakan 10% gila. Sampai nyare orang saya sholat berjamaah, senang sholat berjamaah, jarang. Nyare senang orang saya senang baca Al-Quran, jarang. Khususan fi hadza zamanina hadza. Maka amalaki ilmu apa saya ketahui kulman dengan sekalipun 10%, malah selamat. Tanpa mengamalkan ilmu celaka. Sahabat meninggalkan 10% celaka. Semakin 10% ngelakonin selamat. Saking tak nemu dukungan untuk mengerjakan kebaikan. Masya Allah. Fakat hakama sallallahu alaihi wasallam bin najati bil aliman amila bil usyr. Nabi SAW telah menghukumi keselamatan bagi orang yang mengerjakan hanya 10%. Ampun hukumin Kanjeng Nabi bin najati liman amila bil usyr. Wa hiya bisyaratun azimah. Ini adalah kabar gembira yang besar bagi kita. Cek saking Kanjeng Nabi tetap menuntut 100% yang gak sengko, tak bisa. Mau nenjok celaka kaki. Cek saking Kanjeng Nabi ada bu, ban mentak persis bajeng bitang bajeng, ban mentak persis al bitang amal, celaka kapi pak, ada yang selamat, kecuali orang-orang pelean. Makanya Kanjeng Nabi ki beles, Rasulullah ini ki praten ki umat oning, cek umat akhir zaman ini pun lemah ponan iman. Untung Kanjeng Nabi tak ada bu, sallu kama ra'aitumuni, sallu kama usolli, ki beda ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Dharma salat Kanjeng Nabi ya beda ruku, beda i'tidal, beda sujud, beda julus, beda mancing giam. Seandainya ada lafaz ra'aitumuni sallu kama usolli, apa aja kaki persis sing ngatang bajeng, saya harus bisa persis. Si malaikat tak bisa persis kok. Ibadah malaikat kalah ibadah Kanjeng Nabi. Tapi selamat Kanjeng Nabi ke ada bu sallu kama ra'aitumuni usolli. Oleh karena itu ini kebisyarah azimah, kabar yang sangat besar, kabar gembira yang sangat besar bagi kita. Lakin kama qala ba'dul arifin, akan tetapi sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh sebagian orang yang ahli ma'rifat, liman salim minal kufur wasyirik ila akhir zaman, hanya saja mereka yang mau mengamalkan yang selamat daripada kekufuran. Saya rasa menjamin sampean selamat dari kafir, selamat dari syirik, kecuali orang yang saya beri ilmu dan kelem mengamalaki. Wa ghalla man yaslamu min dzalika fi zamanina, benar-benar sedikit kata beliau orang yang selamat daripada kekufuran dan kesyirikan di akhir zaman ini, khususnya di zaman kita kata beliau al-Haddad ini. Min kathratil tibasil haqqi bil batil, karena banyaknya yang mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, al-haq wal batil. Sehingga apa yang terjadi? Faqad wujida hadza zaman man ya'taqidu ta'ata maksiatan. Banyak daripada kita meyakini bahwa maksiat adalah ketaatan. Are bener ya. Arwah salah arwah. Ari setepak wa arwah kekerangan. Arwah kelir cipen mau ngomong. Riya baiklah. Orang sing ngerti baik. Orang sandi ilmu menganggap ya'taqidu at-ta'ata maksiatan, menganggap ketaatan adalah merupakan kemaksiatan dan menganggap kemaksiatan adalah ketaatan. Mumpun terbalik ke pibola.
ibarat orang yang belangkonan mentol beda yada sitilah orang belangkon biar belangkon kan mesti berbudi terbalik punan belangkon ni mesti nasi mentol beda budi siti belangkon beda yada lah Pak. Hada zamanina hada punan kipun ni kebun zaman nikah debuna al-haddad aneka tak kung tangkung kata beliau faqad wujida fi hadha zaman man ya'taqidu ta'ata ma'siyatan wal ma'siyata ta'atan minal ulama. Dari orang yang sengerteh dan kadang mereka menganggap ini adalah sebuah kebenaran padahal salah mengko syariat agama. Ya banyak madrasah mendatang bareng sini benih ataupun mendatangkan medaki bareng sini benih si melanggar daripada syariat sehingga orang awam apa boleh orang awam ada remah fadlan anil awam apa boleh orang sebutu nggak kuliah sambian orang yang ngerti pun menganggap ini benih sesuatu kemungkaran benih suatu kemaksiatan adalah merupakan ketaatan illa man asamahullah kecuali orang-orang yang seeraksah dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena dinto nah 10% cukup lakonin apa ilmu saya ketahuin kuliah panjenengan lakonin terus hindarin segala bentuk kemaksiatan dengan segala kemampuan sokor usaha menjauhi daripada kemaksiatan beda tebelecara beda teledora insyaallah gampang kesabora sepenting tak tahawun tak nganggep enteng apa boleh nganggep bareng semaksiat yang taat bareng maksiat yang taat naudzubillah tsumma naudzubillah apa boleh mungkin Agustusan nih kah ya yang kebiasa pun selamatan kalau bencara ngak nikah biasa tak bojeng dari pagi apa karnaval masalah pula tak ngelarang orang karnaval tapi tak bojeng ngeri saya tadi masalah mungkaro setahun sekalian terus bentahun adenten mulai kulaku acaran mari zuhur sampai esah dalam rangka nyokoren dek ke Gusti Allah sehingga maaf kalau non sebu orang yang ngerti tak bengal mainga orang yang sandi ilmu neng-neng man sakata anil munkar fahuwa syaitanun ahras nah orang yang seneng man somata orang yang seneng neng anil batil daripada kebatilan anil mungkar daripada kemungkaran fahuwa syaitanun ahras ya setan bisu berarti perkara ya dengan kita ya dengan kita sampai yakin baiklah torok tak torok gelem tak gelem kipun nikah sambian dalam keadaan salah sampean dalam keadaan maksiat tak sholat sampean mendatang bareng kemungkaran sampean mendatang bentun Gusti Allah sampean nyelamatin disah nyelamatin pahlawan dengan cara-cara kebatilan apa ya lah mula orang maaf kalau non sebu orang yang ngerti lama datang bareng sini benih akhirnya orang awam ke sini kini apa sih tak usah lah coran-coran bela ayolah san mesan lah coran-coran le masjid mendatang orkes sekali san mesan lah masjid mendatang orkes langker mendatang sahabat dalam masjid san mesan coran-coran mon pacet orang semak ngak regelero benih senika mangkana anak sehat nika Ka'bah TV anak sehat Ka'bah TV mau nelantor etorot kita terus abah nika tadi pecandu maksiat tak tadi pecandu taat dekat Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu sesakone sekalipun 10% daripada ilmu kelak sokore lakonen maka insyaallah jamin pon hukumen pasti selamat dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana al-Imam Ibn Ruslan wallah napa debu fa'amal walau bil usyri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati hanya 10% lakonen ilmu maka keluar daripada mana petengah kebuduan nikah keluar sebagaimana wajib zakat cuma neng 10% maka ilmu saya kauningin panjenengan 10% lakonen maka ampun insyaallah ampun cukup untuk mengeluarkan kula panjenengan daripada kegelapan ya termuka akhir dari pembahasan nikah berengakin taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul kula panjenengan pinter dalam menyikapi segala hal sehingga beri kekuatan iman kekuatan keyakinan tining Allah Subhanahu wa taala meyakini hak adalah yang hak yang batil meyakini tetap sebatil cebur campur tapi kula tak bahas orang bodoh tak bahas orang yang tak ngerti kadang orang yang ngerti ya orang yang yang tokoh masyarakat lemon tokoh nah kelero
ya akhir norok bunte orang setu putu nikah zallatul alim zallatul alam mon sek di ilmu ponta kelero ya alam semesta kelero kapi ya mangkana nasihat ka abah tibi tak nasihat da orang ke saos aroma sahabat juga lebih berhak lebih dituntut untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan selamat kul panjenengan dadi orang sebetul-betul bisa itu yakin orang saya paringin kekuatan bisa mengamalkan sekonik daripada ilmu kadinto. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Ya Allah hatil ngesin. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول